التعليم، سؤال عن جودة التعليم، هاي القياسات دائما فيها. تعليمنا هو تعليمنا، غير مسؤوليتنا كاملين نحسنوا ونرفعوا معايير الجودة ونزيدوها ونطوروها. وشاك كان بعد على التعليم فخامة رئيس الجمهورية مقرش عليها قاع عنه اهتمامه بالتعليم، والوزراء اللي هون والوزراء باهتمامهم بالتعليم قوي. غير لابد من جهد الناس كامله، وخصوصا جهدكم انتم الصحافه اللي كي قلت لكم موقعين على الراي العام، تبلغون الراي العام. هذا ما يقدي صح يكون تناوق عليه موريتاني فرق الجار لجاره، ما يقبل حد من جاره ما يدخل مدرسه، ولا يقبل حد الجار يعود راي العام يتخلف معلم ما هو معلم بانه تخلف، ولا يتغير ما هو عاقل، ولا يتفقد حد كران الشاشه ويعرف انهم قراوا والله ما قراوا ويعدل لهم دروس تقويه. وبالمناسبه بدانا دروس تقويه العام مبكرا، ما قط بدات، وهون نختار لكم مؤشرين اثنين ان شاء الله يقدروا يطمئنونا من ضمن عده مؤشرات. طمئنوا الاخ على ان ربما جوده مخرجاتنا التعليميه هاي السنه قد تعود احسن راجينها من السنه الماضيه. واحده الانتظام المبكر للعام 83% من تلاميذ موريتانيا في الاسبوع الثالث دخلوا المدارس، بينما العام الماضي فقط النسبه لها 53%. كانت الناس تدخل متوخره ولا يجد عليها ان التعليم لا يبدا. بدانا حمله بالعجله، ياك نقول الناس دراسه بدات ونجوا الفصول ونعدوا لها بدات. الثاني هو دروس التقويه، دروس التقويه كانت تبدا لا مارس، دروس تقويه خاص بها السنوات الختاميه، سنه سادسه اللي هي عدل كونكور، وسنه بريفا، وسنه باكالوريا، ياك تكلموا لغه الناس. هاي دروس تقويه بدأناها نوفمبر، طلقناها من النعمه، وفي كل عاصمه ولايه اليوم في دروس تقويه. يقرر من اللي نطالب الموريتاني كاملين، المنظمات الجمعويه والمنظمات الخيريه والاحزاب تنافسوا في هذا، تنافسوا في التعليم، تنافسوا في دروس التقويه. هذا هو اللي ينفع الناس واللي تبدؤوا حركات اياها. وما يتعلق بتدريس اللغات الوطنيه، اخترنا نقول تدريس اللغات الوطنيه في العيني، مدارس تكوين المعلمين صحيح الزمنا مدارس تكوين المعلمين، على الاقل كل معلم يدرس لغه وطنيه واحده على الاقل غير اللغه العربيه. غير اللي اخترنا نقول لكم سببها شنو؟ احنا اليوم المعلمين نكتتبون كتاب مقاطعي، معناها كل معلم وكل استاذ يعرف انه يكتتب من بر الدق قايس مقاطعه معينه، قايس بوقي، قايس سيدي بابي، قايس كيهيدي، قايس بسكن. هذو اللي قايسين منطقه معينه يتكلموا لا بالبولاريه. من المنطقي انك انت المعلم اللي قايس وتعود ترى البولاريه، ياك تعرف لغه التخاطب معاهم، ياك توصل لهم قاعد الله يتقرب، ياك تفاهم معاهم. وانت اللي قايس مدي منطقه فيها الولفيه نفس الشيء، وانت اللي قايس منطقه السلوكيه فيها نفس الشيء، وانت راه اللي قايس اي منطقه اخرى ما فيها هذه، عقب قلت حول ذوك يلا تعرف لغه وطنيه على الاقل. هذا هو اللي الزمناهم به، وبدا ولا يبدا عاقب هاي ان شاء الله لا نعطوه كل اهتمام ملي اياك يعود حقيقي. غير كاع اللغات الوطنيه عموما كانوا نقول فيها روايه واضحه، قانون التوجيهي يلزم بتدريسها والتدريس بها، مفهومين اثنين. وعدل معهد شات وعدل في المجال، وعدل معهد لترقيه اللغات الوطنيه. والقانون التوجيهي يلص على انه 2024 2025 معناها العام الدراسي الجاي يلا تدرس ويدرس بها تجريبيا. احنا اليوم 9 اشهر الحمد لله كل الاجراءات قاضينها، اياك ندرسوها تجريبيا في البليدات وندرسوا بها تجريبيا في البليدات. اكتتبنا في 2 مدرسين وراعيهم يكونوا المعهد اللغات الوطنيه زاروا يامس، واكتتبنا المكونين، ولا نعدلوا قريبا الاطلس اللغوي ما نعرف المناطق اللي نجربوا فيها تدريس اللغات الوطنيه، ولا المناطق اللي نجربوا فيها التدريس باللغات الوطنيه، تدريس بها معناها تدريس بها المناهج. ياك نشوفوا عقباك نقيموا التجربه، ذاك اللي قد منها ينجح وذاك اللي قد منها ما ينجح. بالنسبه للسؤال هون حول فصل بعض الموظفين، اختار نقول له حق بعض تعليم في 60% من موظفين الدوله، والتغيب ما هو مقبول مطلقا، ولا لا يقبلوا كاع اباء التلاميذ ولا التلاميذ، ولا نحن نقبلوه كمحملين هاي الامانه اللي تشفق منها الجبال. وفعلا بالاول يفوتنا شهرين نحسوا الناس نقولوا التغيب راهو ما مقبول، والناس اللي تغيبت نعطوها انذار. خالقين 129 متغيبه من شهر مارس عام الاول تغيبا متواصلا، ومعلق اخلاصها وعدل لها انذار ولا جات. هاي انفصلت نهائيا ومشات رساله وظيفه عموميه تفصلها. خالقه 27 رقاش من مقدمين الخدمات اللي كتبنا احنا هون تالين 700 ما جاوا لعملهم مده 3 اشهر متواصله، فصلناهم مباشره وجبرنا منهم قبل لائحه انتظار. وراه لكم القائمه لا يتواصل كو يعرف كل حد من منتسبي التعليم لان حد كامل تغيب باذن الله تعالى. الدور تتنزل عليه المساطر العقابيه في هذا المجال، يعني بعد متوقعين كاع لا الضمير المهني في ذاك المجال ما يلا يتغيب حد. بالنسبه نختار نقول قبيل قلت التعليم انه الرواتب غير مغريه حتى حق الان، هو الحق
الراجين كان كيتكلم لكم الان وزير الشؤون الاقتصاديه انه في افق قريب، افق تصدير الغاز، واللي اكيد بعد عند رئيس الجمهوريه يقولوا في اي وقت وتقدوا سند حديث عنه متصله، لان لين جدوقيه واحده من ايرادات موريتانيا ديال عقود التعليم فيها، ورواتب المعلمين هم الاولويه. وقطع على المنوق وحبلا يقول العرب ليكمل احدكم يصبح راويا. الحمد لله وغاز ان شاء الله ما هو منا ببعيد. بالنسبه لتجربه التمييز الايجابي سول عنها حد والزم به رئيس الجمهوريه، صحيح التمييز الايجابي رئيس الجمهوريه طلع تعليمات بدايه السنه على انه يعدل التمييز الايجابي مدارس امتياز. مدارس الامتياز هون عياش من الناس يقول عليها نخبويه حتى والله صافيه حتى المجموعه معينه. رئيس الجمهوريه طلع تعليمات بعد انه يعدل فيها التمييز الايجابي، وعدل فيها التمييز الايجابي هم اللي نختاروا نقولها للناس ياك تاكدوا منها وتحققوا. انتم تعودوا صحافه تحققوا تقولوا الشيء عم بينه وتحققوا كذا حق ولا ما هو حق. نقبض الناس المعياريه واضحه، معناها هذيك الناس اللي شاركت في الامتياز وجبرت بين 10 و12 معناها انها قاده الى كوادر تكوين خاص تعود ممتازه، يا غير اهلها مسجلين في السجل الاجتماعي وجايه لائحتها من تآزر. وعدل لها تجربه هون ثانويه امتياز واحد حيث الثانويه العربيه قديمه، وفيه فصلين الان، فصل سنه اولى اعداديه وفصل سنه اولى ثانويه، ويقراوا وعندهم منح وعندهم قصص جيده جدا جايين من بعيد، وحدين منهم ما اجبرناهم مشاو الولات يلودوا لهم اياك يقرعوهم بيجوا، وبعض الاحيان اهاليهم يباو حاديه تعيدك الى المدرسه الاولى ونصارى يلودوا حد يقرا ما بيقرا، تجوا فم قيسوا الصحابه فم تسمعوا قصص بفم، غير ان شاء الله باذن الله تعالى معدل لهم برنامج خاص ويدوروا يعودوا امتيازيين، غير ما نوافين على هذا. هاي السنه ان شاء الله دروس التقويه قابضين مناطق من المناطق الحاضنه لرواسب الاسترقاق مدارسها، وبدانا فيها هواك دروس التقويه والتحضير للامتياز، اياك باذن الله تعالى ينجحوا استحقاقا في مدارس الامتياز ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه للشهادات سؤال ربما الاخير اللي يسالني احد عن الشهادات وتامينها، ينقال ياسر عن شهاداتهم وليدات اخرى، ولو بعد ينقال مولي عن الشهادات وليدات اخرى على انه يقعد يخلق فيها محاكاه والله شيء ذاك نبته. احنا بعد متباركين مع نعدلوا شيء دقيق، لان نشوفوا فيه اليوم لي كيتانس دي تريزور ولي شيك دي تريزور يعدلوا عند شركات مؤمنه ومعروفه وذوقيتها، هذه اللي مستهدفين لان نعدلوا معاها ان شاء الله اتفاق وفق الشفافيه المطلقه، اياك تعود هي اللي تعدل الوثائق المؤمنه اللي تعدل عليها شهادات موريتاني قريبا وابتداء من هذه السنه ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.